جربتي 100 منتج والقشره لسه في شعرك وعايزه تلحقيها قبل ما توقعلك شعرك؟ المشكله مش ان القشره مش بتتعالج، المشكله انك بتستخدمي الشامبو الغلط، وحتى لو استخدمتي الشامبو الصح فاكيد بتستخدميه غلط. الفيديو ده هقولك ازاي تعالجي القشره الجافه وتستخدمي لها اني شامبوهات، وقبل كل ده لازم تعرفي الاسباب كويس جدا علشان ده اللي بيخليها ما بتلحقش اصلا وبترجعلك تاني او ما بتروحش اصلا. وكمان هقولك ازاي تحددي او تحدد نوعها بنفسك في البيت. النهارده هكلمك عن القشره الجافه، ودي بتبقى لونها ابيض وبتبقى متطايره كده اول لما بتحرك شعرك، وكمان مبيبقاش معاها اي التهابات، هو بس هرش بسيط. بتبقى الفروه ذات نفسها جافه جدا ومحتاجه ترطيب ومش ناقصه اي منظفات قويه تنشفها اكتر. عشان كده احنا محتاجين نجيب شامبوهات يكون فيها منظفات لطيفه وكمان فيها مرطبات قويه جدا ترطب بعمق ومضاد فطريات كمان. الشامبوهات اللي موجوده في السوق تنفع للقشره الجافه هي سيلينجا او سيرافي هايدريتنج او جوستن او تيتلو او حتى كابكسي. ليه بقى اما بستخدم الشامبو ما بيجيبش نتيجه والقشره ما بتروحش؟ هقولك لازم تغسل شعرك بالشامبو من 3 ل 4 مرات في الاسبوع، ولما تغسل شعرك بالشامبو لازم تسيبه من 4 ل 5 دقايق على شعرك قبل ما تشطفه عشان المواد الفعاله تلحق تشتغل. ولازم بعد الشامبو تستخدم بلسم قوي في الترطيب علشان لو الفروه جفت من الشامبو البلسم يرطبها كويس جدا. في تريك بقى حلو جدا، وهو انك لو عندك زيت شجرة الشاي او زيت جوز الهند وعملت بيه مساج على فروة شعرك هترطبها كويس جدا وهتضمن انها مش هترجعلك تاني، وهتلاقيها بتتعالج يا اما بالتدريج يا اما مرة واحدة. امال هي ليه بترجع تاني؟ مش احنا قلنا ان سببها الجفاف؟ واهم خطوة بتتنسي وبتفرق جدا في انها ما ترجعش تاني هو انك لازم ترطب الفروة كويس جدا. المرطبات دي بقى سواء كانت الزيوت اللي قلتلك عليها او بلسم فيه مرطبات قوية، وكمان لازم تستخدم شامبو وقائي زي الشامبوهات اللي قلتلك عليها بعد العلاج كحاجة وقائية من مرة لمرتين في الاسبوع. ده هيضمنك انها مش هترجعلك تاني وهتتعالج. هتقوليلي انا سمعتك للاخر بس انا اصلا مش عارفه احدد القشره اللي عندي دي جافه ولا دهنيه. اول طريقه وانت قاعد كده افرك ايدك في فروه شعرك وطلعها، لو لقيتها دهنيه غالبا دي قشره دهنيه ودي حاجه تانية. اما بقى لو ايدك جافه ما فيهاش اي زيوت يبقى دي قشره جافه، وطبق اللي قلتلك عليه في الفيديو ده. تاني طريقة وهي ان القشرة الدهنية بيبقى لونها اصفر كده وبيجي معاها هرش والتهابات شديدة جدا وبتختلف درجتها زي ما اما بقى القشرة الجافة دي بتبقى لونها ابيض وبتبقى متطايرة كده من على الشعر ومعهاش اي التهابات، هو بس هرش بسيط. اما بقى لو طلع عندك قشرة دهنية اكتب لي دهنية في الكومنتس، وباذن الله هرد عليك بفيديو كامل ازاي تتعامل مع القشرة الدهنية، وهقولك تريكات ازاي تمنع انها ترجعلك تاني. وما تنساش السبسكرايب وتفعل الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة. اشوفكم الفيديو الجاي.